بعد أن حقق فريق الرجاء الرياضي البيضاوي فوزا مهما وبنتيجة عريضة ضد فريق شباب المحمدية برسم الجولة الأخيرة من البطولة الاحترافية المغربية إنوي 2024-2025، حيث فاز فريق الرجاء الرياضي البيضاوي ب6 أهداف مقابل لا شيء، سجل منها المهاجم الحسين رحيمي 3 أهداف، وهي أول هارتريك له مع فريقه الرجاء الرياضي البيضاوي، ساعدته على حصول هداف البطولة لهذا الموسم. وجاء تصريح المهاجم المتألق الحسين رحيمي على الشكل التالي: بزاف اول هاتريك ليا مع الفريق ديالي، والحمد لله كنتوج حتى هداف ديال البطوله بدون ضربات جزاء الحمد لله، وان شاء الله مزيد من التألق. وشكرا بزاف للناس اللي تاقوا فيا. ان شاء الله نقول لكم ان شاء الله انتظروني من القدام ان شاء الله. شكرا بزاف. تصريح معبر من لاعب خلوق ومن عائلة رجاوية بامتياز أعطت الشيء الكثير لفريق الرجاء الرياضي البيضاوي. نتمنى للحسين رحيمي أن يتألق في المواسم المقبلة وأن يستمر مع فريق الرجاء الرياضي البيضاوي لمواسم